وصفتنا النهارده تنفع للسندوتشات وللغدا والعشاء كمان، وتشرفك في العزومات. كل ده يا حنان، كل ده يا حنان. صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعاده وصباح الرزق الكتير الوفير ان شاء الله. طب يلا بينا تعالوا نشوف حنان عملت الجمال ده ازاي. بصوا، جمال قرمشه. هنضاعف الكميه ومن غير ما هتشرب زيت، برغم ان هنقليها برضو. هقول لكم ايه اللي السبب اللي هيخليها ما تشربش ولا نقطه زيت. جميله قوي. وهقول لكم بدال الحشوات الجبنه لو انت مش عايزه تحشي جبنه برضو، والكميه ازاي، وهتفرزيها. وهقول لك تفرزي منها وتقضيكوا طول الاسبوع. طب يلا بينا تعالوا. فاكرين الفص البانيه اللي احنا عملناه امبارح بالمكرونه الوايت صوص؟ ده النص التاني. ده هنقوله قد ايه؟ نقوله نص كيلو بانيه على بعض. ممكن تعملي بقى ربع وتجربي، لان ما شاء الله النص ده عامل كتير. هو فص وكم قطعه موزه من اللي هو صدر البانيه اللي انا كنت شايلاه. تمام، عشان ما توهكوش نقوله نص بانيه، انا مش وزنه. طيب، فرمتها كويس. قبل ما افرمها غسلاها كويس جدا جدا. دقيق اللي هو الطحين، ليمون، ملح. بشره بصلايه ومعصره الميه بتاعتها. بصلايه وبطاطسيه كبار، بشرهم كبار. هم كبار، لو صغيرين يبقى 2 و2. طيب، نص معلقه توم مفروم، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه توابل. اهو بقول لكم توابل الفراخ بتوديها حته. ما فيش توابل فراخ ممكن مرقه دجاج. طيب، فلفل اسود، توم وبصل باودر، وهيل. لو عندك هيل بتبقى حلوه قوي في الفراخ، حطي هيل. لو ربع معلقه. وحطينا ملح، نص معلقه ملح. وفرومي بقى كويس. عندك جنزبيل حط. التوابل دي ما تعطليش نفسك عليه. طيب يلا بينا خلاص. اهم حاجه عندي بقى ايه؟ تفرمها كويس تبقى ناعمه. احنا بشرنا البطاطس والبصل عشان لما ننزل بيها تساعد معانا في الفرم وتبقى ناعمه جدا. مش عايزاها تبقى سايله انا، ولا عايزاها تبقى كمان بتلزق. طب انزل بقى كده 3 معالق طحين. ليه؟ علشان تخليها بقى تمسك معانا وتتشرب اي سوائل. ومعلقتين 2 بقسماط. هلاقيها برضو بتلزق. احط معلقه تاني كمان على حسب العجينه في ايدك. بص، انا بقول لكم الايد الناشفه اهو مش بتلزق، اللي انا شغاله بقى هي اللي بتلزق. كيسه بقى بتاعت اللبن، مسحه زيت اهو. بص بقول لكم لو ما فرمتوش كويس هتلاقوا فيها ايه؟ زوائد كده. بتاخدي كده على قد المعلقه، يعني معلقه الاكل كده بتاخدي بيها عشان تعرفي معيارك. والكيسه كده بتطبقها على 2 وبتبطبطيها، بتتبطبط معاكي في ثانيه. الحشوه دي جبنه موتزاريلا، رش عليها ملح بس. طب مش عنديش جبنه موتزاريلا، قطعه جبنه ترك. طب ما فيش جبنه دومتي. طب ما في عايزه تعملي بصل، تكرملي بصل كده وجزر، ماشي. زيتون وفلفل، حط كله شغال على فكره. عايزه تعصجي لحمه، حطي لحمه برضو فيه، بتبقى حلوه لو عايزه تعمليها للعزومات وتشرفك. ايوه، روليها بقى كده. بص انا بقول لكم اهي في ثانيه وبتتفرد قد كف ايدك كده، صغنونه كده قد كف الولاد الصغننه مش ايدينا احنا. وافرديها كده. اهم حاجه ترققيها خالص، يعني تفرديها خالص ما تبقاش مكلكعه. بص اهي، دي قطعه جبنه تركي. كانت عندي قطعتين في التلاجة. يلا هاتي اي حاجه حشوه عندك تحبي تحطيها، حطها في الوقت ده. طبقي من الاطراف الاول بالكيس، ما تمسكيهاش بايديك خالص. واروح رلها كده بالكيسه. بص بعمل ازاي. اي حاجه عندك، معلقه، سكينه، حطي ايدك كده عليها ورولها اكنك بتعملي محشي ورق العنب. عارفه ورق العنب؟ وغير ده وده مش لازم دي كمان. روليها كده بالكيسه هتترل. وما تروليش كتير، انا مش عايزه كتير، يا دوبك اول ما تقفلي عليها وخلاص. واحده تانية فردتها. دي جبنه برضو، صوابع جبنه برضو كانت عندي والله في التلاجة بقالها كتير جدا. كنت عامله معاكم بيها البطاطس المحشيه دي في الفريزر. قلت طب يلا انت وقت الجه، يلا بينا. يا زي ما قلت لك كده، مش عايزه تعملي حشوات روليها واعمليها كده من غير حشوه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عمل معايا كميه حلوه قوي، ولما تخلصيها هتلاقيها زادت كمان معانا. على طول هنشتغل. كوبايه دقيق صغنونه خالص، كوبايه عشان اللي هيفوت عايزينه. هعفر كل الكميه مره واحده علشان ما تضيعش معاك الوقت. انا بقول لك كمان ان الوقت ما تضيعيش، كله تخلصيه على طول. اول ما تشوفيها كده تقولي ده صعب، ده هتاخد وقت. لا، ما بتاخدش. الدقيق، باقي الدقيق اللي كان فاضل طحينه. ليه بقى ما شربتش زيت؟ حطيت معلقه نشا كبيره، وحطيت كوبايه ونص كده بقسماط. يعني الخلطه دي على بعضها لو عملت بقسماط لوحده بتفكك وبتشرب زيت. حطيت نشا، حطيت توابل فراخ برضو نص معلقه، وحبه ملح،
ودقيق والبقسماط، ده الخلطه اللي بتبقى حلوه قوي قوي قوي. تعالوا بقى اللي هنحط بيضتين، ربع كوبايه حليب اللي هو اللبن، مش عايزه تحط حليب ما تحطش، شعره ملح وفلفل اسود عشان زفرت البيض بس. تعالي بقى بعد ما عفرتها كلها وسبتها، انزل بقى بالبيض وانزل تاني بالبقسماط اللي انا كنت عاملاه مع اللي انا قلت لكم عليه. لازم النشا، ما تنسيش تحط النشا في قلبها، بتخليها خفيفه وما بتشربش زيت ابدا. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. في زيت غزير، هنزلها بقى في زيت غزير زي ما شايفين، الزيت يكون سخن جدا. اول ما تلاقيها اصفرت كده هدي شويه على ما تخليها عشان تستوي، سويها بقى كده على نار متوسطه بقى، بس تنزليها الاول في نار سخنه. ليه؟ بتخليها تتمسك معاك. وانا بخلص بقى كده الكميه اللي هتفيض معاكي في بوكس، وحطي بين عازل بين كل واحده واحده. شايفين بقول لكم بصوا الكميه وناشفه وجميله مطلعها، تشوفوها في ايديا دلوقتي جافه خالص خالص خالص، ولا شربه ولا نقطه زيت. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لون، طعم، جمال، جوسي. شايفين الجبنه بتمط ازاي؟ اقل كميه جبنه لو حطيتي بصي ربع معلقه كده هتعمل معاك العدد سندوتشات اهو. اللي ورا بقى ده في البوكس اللي هتخزنيه في بوكس وشيليه في الفريزر. هنا صباح الفل والهنا والسعاده. باي باي، مع السلامه.